للمشاهد الكريم الذي يرانا الذين يريدون لأبنائهم شأن في المستقبل، لا يضرك أن تشد عليه في صغر، لا يضرك أن تشد على ابنك في صغر. أنا أقول دائما للآباء الذين يريدون أن يكون لأبنائهم شأن، لا يضرك أن تشد عليه في الصغر. يعني عليك أن تلزمه بحفظ القرآن وأن تلزمه بتعلم العلوم، يعني بأن تشد عليه، أن تلزمه بحفظ القرآن وأن تلزمه بحفظ ما ينفعه كبيرا. إن رأيت وجنتيه حمراوين، وإن رأيت عينيه دابلتين، وإن رأيته بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه. وإن رأيت وجنتيه حمراوين، وإن رأيت عينيه ذابلتين، وإن بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه. وإن رأيت وجنتيه حمراوين، وإن رأيت عينيه دابلتين، وإن رأيته بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه. ترى العينين تذرفان ولا صوت، هذا البكاء قاتل للوالد. ترى العينين تذرفان ولا صوت، ذلك البكاء قاتل للوالد. يهد بناءه هدا، ومع ذلك لا ينبغي لك أن ترحمه. يهد بناءه هدا، لذلك لا يضرك أن تشد عليه في الصغر. يهد بناءه هدا، لذلك لا يضرك أن تشد عليه في الصغر. قال أبو العلاء: فقسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال أبو العلاء: فقسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال أبو العلاء: فقسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قسوتك تلك هي فيما يظهر له فيه قسوة، ولكنها في الواقع هي رحمة. قسوتك تلك هي فيما يظهر له قسوة، لكنها رحمة في الواقع. قسوتك تلك هي فيما يظهر له فيه قسوة، ولكنها في الواقع هي رحمة.